الجماعة اللجنة الثقافية التي تهيمن هذه اللقاء وكثيرا من منظمات هذه الخير مع مساعدها الأيمن الشاشع دار تكنم نرفع صوتي أنا شخصيا مبتهلا إلى المولى القدير أن يتقبل منا هذه مساعينا العميلة وأن يعيد أمثال هذه اللقاء فيما بيننا بكل خير ويمن وسعادة. وكما سمعتم حينما كنا نسيع هذه اللقاء اخترنا ثلاثة منا أن يرفع كل واحد منهم صوته لنستمع منه ولو نبسة قليلة. أولا الأخ والهم شيخ أحمد سالم سك ابن الحاج عبد الله سك، لقد اخترنا لك أن تتحدث معنا حول حلقات الوتيدة التي جمع الحاج عبد الله سك وسيدنا علي سك لا غير. نحن نريد منك البيان فيما علمته فيما بينهما لا غير. ثانيا نطلب من الأخ حبيب سيسي ابن الحاج مالك بندي سيسي كما عرفتم أن يتحدث معنا حول التربية الإسلامية ثم التربية المريدية، وهناك فرق بينهما. أنت الحبيب استمع جيدا وقف موقفا سليما لإجابة هذه السؤال التي نحن نريد منك. ثم ولدنا هذا شيخ محمد الأمين أبدا لقد كلفناه هو بنفسه أن يتحدث معنا بعد نبذة من حياة سيدنا علي سك. في أي جهة كنا نريد منهم أن يبين لنا ما هي الأسباب التي قام سيدنا علي سك أن ينشئ أول قرية لها في تاريخ حياتها هي طيبة أو طيبة نموان كما عرفوا جميعا، ثم انتقاله من طيبة إلى دار القدوس دار كدمة جالة ولأي سبب كان هذا، ثم انتقاله من دار كدمة جالة إلى كرمورهالي ولأي سبب هذا وقضى هناك سنوات عديدة، ثم بعد ذلك انتقل هو وجماعته أو أكثر من جماعته إلى إنشاء قرية في ناحية كونغل يسمى يد الله أي يد الله يد مريد ولأي سبب كان هذا، ثم انتقل من يد الله لإنشاء قرية في ناحية كيمور وهي المسمى بدار القدوس برا ولأي سبب كان هذا، ثم ينتقل إلى مهقل الأخيرة هنا في دار السلام برا ولأي سبب كان. إذن لا نريد أن تخرج من هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.